بها مجال خلال تصير كذا ما ادري المهم يردوا لهم ثغره. المهم يعني قد يكون هي مبرره. هسه انا اسولف لك يعني مبرر شنو انت تقول؟ مخالفه للضروره احكام، والضرورات تبيح المحظورات. خالف قانون، ولكن لا تسوي مصيبه انه بلا صدام يهزموه ويسوون لنا بلوه. فرضيه الهزيمه غير موجوده. لا حبيبي، يا فرضيه هزيمه. انت ما شفت ألف معتقل إرهابي من عتاة الإرهابيين انهزموا. اي دولة بغير شيء. وكثير منهم انهزموا. مو صدام حبيبي. أنا هسه لو مو كان رئيس وزراء أو أنا مسؤول عن صدام بأنه سلموني الأمريكان وأريد أنفذ به، أقسم بالله ما أمن بابني. أعطيك معلومة إلا ضربة كلب وين ما أروح لازم أخذه. أقول لك دقيقة أستاذ جعفر، هو صدام منو محتج؟ الأمريكان. مو سلموه. دقيقة ما سلموه حبيبي، سلموه يا أخي. هو شلون يحكي بالتنفيذ إذا ما مسلميه بالليل؟ دا أقول لك لا حبيبي لا، صدام سلموه الساعة 3 الفجر. لا مو هالشكل. 3 الفجر بثنتين ونص عدموه. لا ايه سلموه بالوحدة يعني بنفس الليلة. هسه بالوحدة ب11 ب12 يعني المهم طوطة أخضر تعال استلموه. شلون يحكي نائب رئيس جمهورية ورئيس وزراء وهو ما مو صحيح. سلموه جابوه من السجن للاستخبارات. هسه ماشي انا وياك. اي هسه خلينا نقول استباقية دا ياخذ معلومة اذا سلموه هي ينفذ لو ما ينفذ. هسه بهالشكل خلينا نتحدث. لا مو صحيح. هم انت شو تريد توصل يعني؟ اريد اوصل انه مخالفه للقانون مثل ما قلت. اما هاي هاي المبررات مالي انا مالي يهربوا الامريكان اذا يردون يهربوا يخافون منكم. منو؟ الامريكان يخافون منكم. اخي مو الامريكان. من يهربه؟ مو بدنا نحكي على الامريكان. بعد منهم انا اذا وديه هسه باي مكان صدام امن انا راح. وين توديه انت؟ ما توديه. جابوه من السجن للاعدام. هاي لا اقصد لو باقي 30 يوم بعد. اي عد الامريكان باقي. وين باقي؟ عد الامريكان. هو سلموك اياه بمحضر وراح يسلموك اياه، وانت تريد تستلمه لانه الامريكان قد يكون ما يسلموه بعد. مو ولهذا احنا هم كان عندنا هذول راح يسلموا لو ما يسلموا فعلا. لو باكر يقولون هذه شو اسمه انا للضحك. فاليوم قاعد ويا واحد امريكي من مكتب الارتباط الامريكي قال لي والله تعبتوا انتم بالمحكمه وكذا قريب ما تنتهي يعني. قال اذا نسولف قال لو ما سلموا الامريكان لكم وهو محكوم بالاعدام شو يسوون؟ قالت علي يعني. قلت له يعني احنا نصير ضحوكه امام شعبنا كقضاة؟ كل هذا الدق واللطم وتاليه شو يسوون صدق؟ شو يسوون؟ اي قلت له اني لو ادري بكلامك 100% صح زين لا اسوي فد عمل بحيث يعني. وش يسوون يعني عمل شنو؟ نجيب لنا قنبله. وش يسوون؟ ونضربها بالقفص وننفذ حكم. وشلون توصل للقفص انت مصر؟ ليش احنا نطب احنا؟ شلون توصل للقفص؟ بذاتك نطب. لا بس اذكرك بتصريح للمالكي ياكد انه اكو نيه مسبقه لاعدامه. لا هو شلون؟ قال صدام سيعدم قبل نهايه عام 2006. قبل نهايه العام. تصريح على كل انا ما سامع. لا على كل وسائل الاعلام. صدام سيعدم قبل نهايه العام. قبل نهاية العام. عام 2006. هو الحكم تنفذ به 31 اي قبل. هو قبل قال سيعدم قبل نهاية العام. معناها اكو قرار مسبق تنفيذي سياسي بالتنفيذ قبل نهاية العام. لا تهريب ولا احتمالية التهريب ولا سمعنا. تقدر تسأل السيد المالكي. أنا مو تسألني عن ما. لا مو أنت قلت لي ضرورات. أنت بررت. أنا بررت. نعم أنا هسه قلت لك لو أنا أستلم صدام ويقولوا لي تبقي شهر يمك وين أخليه؟ ما تبقي شهر يا عزيزي. هم يسلموا لك اياه بليله التنفيذ. انت ليش تستلمه؟ لا قد يكون انا اذا ارفض استلامي باكر عقبه ما يسلموني. هاي قد للتخفيف باللغه. هاي قد للتخفيف باللغه. ما لها قيمه. ما اعرف انا هذه. لكن وبعدين رجع خابرني فقال لي خلاص هو الحجي مصمم راح ينفذ. راح ينفذ هاي الليله. أنا قلت له هذا مسألة حكومة بعد. إحنا بالنسبة لنا أنا أعطيتك الرأي القانوني
فراح الرجل السيد عادل عبد المهدي ورا ساعة ونص هيجي أكثر شوية، خابرني المدعي العام منقذ الفرعون، قال مكتب رئيس الوزراء رايدين مدعي عام يحضر تنفيذ يبدو على راح حضر. أي قلت له روح، فقلت له خلاص انت ما زال هاي انت روح وكمل الاجراءات مالتكم. خلي نروح الفاصل ونرجع الى اعدام برزان وعواد البندر اللي انت كنت حاضر. انا كنت حاضر صح. اوكي مشاهدينا الكرام، وقفة ونتواصل مع ضيفنا رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا القاضي جعفر الموسوي في الجزء الثاني من الحلقة الرابعة.